نادي على المتهم اللي بعده يا ابني. شوقي محمد احمد السيد عبد ربه وحسنين الدمياط. موجود يا سيادة اللواء. اسمك ايه يا ابني؟ يعني العسكري الإيشي خلينا ده اسمي دوت يا سيادة اللواء، مش عاجبك يا باشا؟ لا مش عاجبني. اسمك ايه يا ابني؟ انت جاي تهزر ولا ايه؟ معاك شوقي الدمياطي يا سيادة الفريق. من انهي محافظة بقى يا شوقي يا دمياطي؟ يعني احنا في اسم شرطة الدمياط، وانا اسمي شوقي الدمياط، انا من الوادي الجديد يا باشا. انت متهم بسرقة دراجة بخارية، ما قولك؟ اقسم بالله ما حصل يا باشا، ده هي مستليك لصيني خدتها من الواد حموكش بخيرة ايه وبتاع ايه، ما انا هسرق سفينة؟ اذا انت بتعترف على السطوة على المدعو حموكشي. يا باشا سطوة ايه والقرآن ما عملت حاجة، ما تنطق يا عم المحامي وانت جاي تندهش هنا. محمود المحامي حاضر مع المتهم يا فندم. محمود اس 3 يعني يا سيادة العقيد. طلباتك يا استاذ محمود. انا بطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم. يخرب بيتك لبيت اللي جابوك انت هتلبسني. اقعد يا عم اقعد يا عم متتكلمش. سوري يا جماعة، سوري يا جماعة، ده قضية تانية. انا بقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. جرى يا استاذ محمود، وانت حافظ قانونين جاي تسمعهم ايه خلاص يبقى الاعتراف سيد الادله يا فندم، والقانون لا يحمي المغفلين. صدق باللي خلاك ما في مغفل غيرك. اقعد يا عم الله يرضى عليك، انا هترافع عن نفسي يا سيادة اللواء. طب خلاص انت معاه بالشوق واديني رنه، وما تقلقش هنكسب القضيه ان شاء الله مضمونه. الله يكرمك يا استاذ محمود، يعني هتعرف تجيب لي براءة؟ لا مش براءة، بس هنكسب القضيه ان شاء الله. هخلي الدوله تتحمل مصاريف دفنك بعد حكم الاعدام رميا بالرصاص. ده رصاصة في قعر دماغك يا بعيد، والاطباء يفضلوا يدوروا عليها ما يلاقوهاش. ما تنجز يا ابني انت وهو، ما ردك على ما هو منسوب اليك من المدعو حموكشه اللوكشه البوكشي. بذمتك انت يا سيادة الملازم هتصدق واحد جده اسمه البوكشي؟ طب احكي انت الروايه من يا منظورك، ايه باشا انا اللي كنت حصل؟ مزنوق لا مؤاخذة عايز افك ميه، لقيت قدام المحل المكنه، قلت اما اخدها اروح افك على نفسي ولا اعملها في اي ركنه والوث منظر مصر الحضاري. اذا انت بتعترف انك سرقت الدراجه لاغراض شخصيه. سرقت ايه بس يا سياده النقيب؟ انا استلفتها ساعتين الا ربع. هو في حد بيعمل زي الناس في ساعتين الا ربع؟ معلش يا باشا انا بحب اخد راحتي شويتين بحكم طبيعه شغلي يعني وكده. ايه يعني بحكم طبيعه شغلك بتشتغل ايه يعني؟ انا فضيت خيرك مفتش يا سياده المقدم. مفتش ايه يعني؟ صحه ولا تموين ولا ضرايب ولا ايه؟ لا والله يا ربنا يسمع منك، مفتش عن عمل، كل يوم بدور على شغل يعني. معلش يا حضره الضابط، هل انت شفت موكلي وهو بيسرق بنفسك؟ لا ما شفتوش، بس الوقائع والبراهين. طب خلاص القضيه خلصت، يلا يا شقشق. انت جاي تستظرف يا ابني انت وهو ولا ايه؟ خدوهم على يا الحبس. فندم بس انا عندي طلب اخير قبل ما تحبس. اطلب يا سيدي، ده اخر طلب انفذه لك. انا بطالب باعدام المحامي الايزر دوت من غير محاكمه بتهمه الغباء. وانا مش هسكت يا فندم، انا هقدم تظلم وهخلي الدوله تتحمل مصاريف دفني بعد الحكم.